بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي الحلوين، لو بتشوفوني لاول مره ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه عشان يوصلكم مني كل جديد، ولو انتم من متابعيني بحبكم جدا جدا، بس ما تنسونيش برضو في اللايك والشير. حبيت اكلمكم النهارده عن صواني العيش او البيتزا اللي انا اشتريتها. زي ما قلت لكم في الفيديو بتاع المعجنات انه رحاب صاحبه قناه ولا اسهل تو وتيك توك، هي عايشه في ايرلندا، فهي لفتت نظري انه الصواني دي حلوه في توزيع الحراره، بالذات لو بتخبزي عيش. فالحمد لله انا كنت خارجه امبارح عايزه اشتري صواني علشان العيش اللي انا ناويه ان شاء الله يعني اخبزه، فالحمد لله لقيتهم عندي موجودين. بالنسبه للبنات بتوع امريكا، هي دي ماركتها اهي. حبيت اصورها لكم علشان اللي حابه تشتري منها. وبصوا دي الابعاد يعني بتاعتها، هي كبيره ما شاء الله، وهي ميد ان يو اس اي. تمام، انا جايباها من محل اسمه بيج لوتس، كان عامل عرض. بقى العرض كان هي المفروض سعرها $4. العرض ان انت هو كان عامل عرض على على الصواني كمان كلها على فكره، مش دي بس، تشتري واحده وبتاخدي التانيه بنص الثمن، فبقوا من الاتنين $6. الاتنين $6، فانا جبتهم الاتنين اهو، وهجربهم ان شاء الله. وهقول لكم النتيجه، بس يعني ان شاء الله انا متفائله بيها خير، يعني لان فعلا كنت بشوفها بس ما كنتش فاهمه ايه لازمه انها تبقى مخرمه كده. فلما رحاب خبزت فيها العيش وشفته ما شاء الله طالع حلو، فقلت هجيبها. اتمنى ان انا اكون افدتكم بالفيديو الصغنون ده، ويعني اللي حابه تشتريها، ولو عندك نفس المحل هتلاقي العرض اللي انا قلتلك عليه، فالحقيقي برضو العرض ده حلو جدا. اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية كتير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.